الاخبار النهارده جايين نكمل بارت 2 بتاع الفيديو الاول. تمام. طبعا فكك من شكلي وفكك من انا لسه صاحي، انا عارف، بس انا حبيت ان انا اغير لك بارت 2 بما ان احنا كده كده قسمنا كل فيديو لوحده، فما حبيتش احط لك الفيديو الاول. طيب ليه الكلام دوت؟ عشان الفيديو الاول انا كنت ملاحظ ان الشرح اللي فيه مش كامل، فبدل ما اعمل لك فيديو تالت ليه وكده، لا قلت اعمل لك فيديو تاني من جديد ونشتغل سوا دلوقتي. فيلا بينا عشان ما نطولش شرح كتير ونتكلم كتير وانا لسه صاحي اصلا. يلا بينا ندخل على طول على الانديزاين ونكمل الشغل بتاعنا. يلا بينا يلا بينا. طيب على ما الانزاين يا صديقي العزيز يحمل ويفتح، جهز مشروبك الجميل عشان طبعا احنا محتاجين ان احنا نفوق جامد قوي. لان الفيديو النهارده فيه شرح كتير جدا. هنكمل طبعا اللي هو الباراجراف ستايل، هنتكلم عن ادراج الملفات داخل الانديزاين والتنسيق، وهنتكلم عن المعادلات الرياضيه، وهنتكلم برضه عن الرسومات الفيزيائيه. وهقول لك على المفاجاه اللي انا كنت عاملها لشباب الكورسات. كده كده الفيديو ده للكورسات بس، يعني مش هيبقى بابليك. المفاجاه يا صديقي العزيز وهي ان انا هسلمك ملف ان شاء الله باذن الله في اكتر من 100,000 صوره للرسومات الهندسيه والفيزيائيه. تمام، هسلمهم لك موجودين معاك في فايل درايف. هتدخل مجرد انك تحملهم وخلاص كده. يعني معاك رسومات فيزياء خلصانه، معاك الماس تايب هنعرف نعمل بيه الايكويشنز ازاي. هنبدا نضيف الايكويشنز جوه الفايل ونعمل الرسومات، ناخدها على الفوتوشوب نعدلها وندخلها على الانزاين وكل حاجه. حرفيا هدلعك. يلا بينا عشان ما نطولش، يلا بينا. طيب يا صديقي العزيز ركز معايا. الفيديو اللي فات احنا وقفنا في الجزء دوت، كنا بنتكلم عن الباراجراف ستايل واتكلمنا عن الايكويشن باراجراف ستايل وكنا داخلين على الانسر. طبعا احنا جينا هنا عملنا باراجراف ستايل ليها اللي هو انسر، ولسه كنا هنضيف ليه التفاصيل. طبعا انت الفيديو بتاعك ما ظهرش الكلام دوت. هنيجي ندخل على طول على الباراجراف ستايل بتاع انسر ونعمل اديت. طبعا احنا عملنا اديت لباراجراف كمان وسميناه اي ان اس. طبعا ده انت شفته في الفيديو الاول وهنكمل عليه النهارده. طبعا احنا مش هنعمل اي حاجه يا صديقي العزيز في كل الاشكال ديت. احنا كل المهم عندنا وهي حاجه اسمها يا صديقي العزيز باراجراف بوردر. ايه باراجراف بوردر؟ باراجراف بوردر ده يعتبر هو الحز بتاع التصميم بتاعي. طيب باشمهندس انا عندي سؤال مهم. الفونت بتاعي احط الفونت اللي هو بتاع الكتابات ولا الفونت بتاع اللي هو ابو بطل اللي هو اي بي سي في الباراجراف ستايل؟ لا، الحاجه اللي بيتكتب منها كلام كتير هي اللي بنحط الفونت بتاعها. ليه؟ لو جينا الباراجراف اللي هو لو جينا للفونت بتاع ابو بطل هتلاقي هو 4 حروف بالظبط، اللي هو الاي والبي والسي والدي وهكذا. تمام، دول انا اقدر اعدلهم بايدي، لكن الكتابات الكبيره ديت ما اقدرش احط الفونت بتاع ابو بطل عشان انا ساعتها هبقى مضطر ان انا اعدل كل الكلام اللي جوه دوت. فساعتها احنا بنحط الفونت العادي وهو بطل بنعمله بايدينا احنا. تمام، زي الفل زي الفل. هاجي هنا هفعل حاجه اسمها باراجراف بوردر يا صديقي العزيز، هيعمل معايا المنظر اللي انت شايفه ده. طبعا انا البوردر بالنسبه لي عايزه يبقى بنفس اللون اللي هو الاحمر. هغير اللون الاول وبعد كده نتكلم. تعالى هنا نبص على الكلر ده، انا نختار الكلر الاحمر. انا عايز البوردر بقى يا باشمهندس ينزل مع الحز ده كده وياخد كيرف ويمشي كده. كلام جميل. يبقى انا بالنسبه لي اول حاجه لازم اعرفها ان الاستروك ده هو المسؤول عن البوردر دوت. طيب يعني ايه يا باشمهندس مسؤول عن الاستروك؟ التوب بتاعنا اللي هو هنا الجزء اللي فوق ده، هو ده اللي هو التوب. لو انا لغيتها هيلغي الاستروك من فوق، الليفت هيلغي الاستروك من الشمال، الرايت هيلغي من اليمين، البوتوم هيلغي من تحت. طيب احنا هنا عايزين نلغي من اجزاء ونسيب اجزاء، صح؟ يبقى انا اول حاجه هعملها ان انا اشيل اللينك عشان اي تاثير اعمله في واحده ما ياثرش على الباقي. طيب هعمل يا صديقي العزيز، هاجي على توب واخليها زيرو كده، انا لغيت التوب. طيب انا محتاج ان انا اكملها من الليفت، هل معنى كده ان انا اخلي الليفت زيرو؟ لا، الليفت تبقى مظبوطه. طيب الرايت انا مش محتاجه اصلا، فهاجي على رايت وهخليه زيرو كده. انا عملت اول خطوه ان انا عملت اللاين ده. باشمهندس اللاين معمول جميل وكل حاجه بس لازق في الكلام، وانا مش عايز الزق في الكلام بالمنظر ده. سهله وبسيطه يا صديقي العزيز. هنزل معايا على اوفست زي ما اتعودنا عادي جدا. هاجي انا عايز اوسع منين؟ طبعا اول حاجه هشيل اللي هو الشيب بتاعي اللي هو اللينك بتاعي. تمام، هاجي اول حاجه انا عايز اوسع من تحت، صح؟ هزود ارقام تحت، هيزود معايا اهوت وبيبعد عن الكلام. هخليها 2 عشان تكون معقوله. طيب وبعد ما وسعنا من تحت يا باشمهندس من البوتوم، انا عايز دلوقتي اخلي اللي هو اللاين بتاع الليفت ده يطلع يلزق في الحته اللي فوق دي. اعملها ازاي؟ هاجي على توب يا صديقي العزيز من اوفست برضو وابدا ازود الرقم لحد ما الاقيه اوتوماتيك عمل اتاتش الاثنين مع بعض. طيب يا باشمهندس انا حاسس ان الاثنين مش راكبين في بعض. عادي، انا ممكن اجي هنا على ليفت واعملها ماينس 1 بس تبقى داخله جوه قوي، فانا هخليها هنا وهعدلها من فوق في الريكتانجل اللي فوق، هخليهم ماشيين مع بعض عادي جدا. طيب نقطة مهمة يا باشمهندس، دلوقتي الكابس بتاعتي من تحت مش واخدة راوند، اعملها ازاي؟ طبعا معروفة، احنا عرفنا المكان بتاعها، هنيجي هنا ونخليها راوندد. خلاص كده انا خلصت يعتبر. كده انا عملت اللي هو الشكل بتاع الكويتشن بتاعي. طيب انا ممكن اجي مثلا اعمل اوكي دلوقتي كده هكذا، وهاجي على الريكتانجل بتاعي يا صديقي العزيز اللي هو اللي فوق دوت. تمام، اللي هو بتاع الستايل بتاع الكويز، وابدا اخليه يوسع سنه عشان يمشوا مع بعض.
ازاي؟ ان انا هاجي معايا هنا كده على اللي هو الشيدنج، وهبدا اخليه يوسع سنه من ناحيه الشمال، هخليه ياخد خطوه من ناحيه الشمال كده بالمنظر ده يا صديقي العزيز، وهديله اوكي. عادي جدا ان هم يبقوا في فرق ما بينهم حته، او انا ممكن اخليها كده اصلا واخلي هنا في الانسر تحت الكابس بتاعتها راوندد عشان ما تبانش. عادي جدا اللي انت عايزه، دي حاجه ترجع لك انت. يعني انا هاجي هنا مثلا على الانسر، ممكن اجي هنا على البوردر بتاعي واخلي الكابس هنا راوندد عشان ما تبانش اهي بالشكل ده، وهاجي اديها اوكي يا صديقي العزيز. بص يا صديقي المنظر ده هو ده كده الشكل اللي احنا عايزينه. انا ممكن اجي اعمل ايه تاني؟ ان انا اوسع المسافه شويه زي ما عملت فوق. ازاي؟ هاجي هنا كده على اللي هو الكاركتر فورمات، تمام، وهنزل على الفرنيتشرز بتاعتي لحد ما اوصل على اللي هي الليفت اندنت، وابدا اوسع من الشمال شويه، هيديني الشكل اللي انت شايفه قدامك دوت. كده يا صديقي العزيز انا عملت الشكل بتاع الكوتشن بتاعي. تعال نعمل دبليو بس عشان نعمل بريفيو. كده ده شكل الكوتشن بتاعي عادي جدا. عملنا له الشيدنج، عملنا الانسر بتاعتنا. طبعا الانسر بعيد عن الكوتشن شويه، ممكن نقربها ممكن نسيبها عادي بتاعتك انت دي، تمام. وخلصنا الشكل بتاعنا كله. يعني الموضوع كله بسيط جدا بتاع اللي هو الباراجراف ستايل. يبقى باراجراف ستايل بس يا باشمهندس مسؤول عن ايه؟ باراجراف ستايل مسؤول عن الاشكال المتحكمه في الستايل ده او في الكتابه ديت. بدل ما اجي على كل واحده واعملها انا بايدي، لا انا هعملها مره واحده وبعد كده هطبقها على كله اوتوماتيك. هروح مجرد ان انا هقف مثلا ده كويتشن بالنسبه لي، هاجي اقف عليه اه والله وهديله كويز، بس كده كده انا طبقت. افتراضا دي مثلا كوتش انا هيت، هاجي هنا وهقف واختار كويز. دي مثلا انسر، هاجي اقف هنا يا باشا واديها انسر اهو. هتلاقي اوتوماتيك بيدي الاستايلات معايا بدون الرجوع ليا، مش محتاج ان انا في اي حاجه. هاجي تحت ده كويتشن، تعالى يا باشا اهو كويتشن، يلا. ده كده انسر، تعالى اقف عليه، ادي دي انسر اهي يا عم، يلا. فاهم قصدي؟ الموضوع كله هيبقى خلاص، الموضوع كله بقى سهل بالنسبه لك. ممكن انا ادي انتر هنا كده عشان اوسع المسافه بتاعت الانسر شويه بالشكل ده. يبقى يا صديقي العزيز انا بالنسبه لي دلوقتي كل حاجه بقت اوتوماتيك، مجرد دوسه زرار واحده انا اقدر اديزاين الشكل بتاعي كله. طيب تعالى معايا بقى للمفاجاه اللي انا بقول لك عليها. تعالى ندخل على الفايل اللي فيه المفاجاه اللي انا بتكلم عنها، وهقول لك هتاخده ازاي، وهتلاقيه عندك على لينك الدرايف. كده كده انت متعود ان انا بسيب لك كل حاجه على الدرايف، تمام. يلا بينا نروح نجيب الملف ونرجع، يلا بينا. طيب يا صديقي العزيز ودخلنا جبناه من على الدرايف. حاليا هتلاقي معايا يا صديقي العزيز الملفات بالمنظر اللي انت شايفه ده. في الدرايف هتلاقي عندك اكتر من ملف واكتر من حاجه، في صور وصور كهربائيه وكل حاجه تخص الشغل بتاع الفيزياء. تقدر يا صديقي العزيز تدخل على اي فايل من الفايلز اللي قدامك دي، وطبعا انا هوريك ان انت تدخل عليها ازاي وهديك اللينك بتاعها. وتقدر انت داخل على اللينكات دي يا صديقي العزيز تقدر تحمل اي صور منها وتشتغل بيها. طبعا الصور هنا هتكون بعناصر معينه مثلا افتراضا، فانت عليك ان انت تاخد مثلا الارقام دي وتغيرها، مجرد سيمبلز هتغير. طيب ارسم الرسومات دي ازاي اصلا؟ عندك حلين يا صديقي العزيز. لو اول حاجه عندك اللي هو الاي درور، الاي درور ده تبع شركه وندر شير، تمام. وطبعا ده تحميله من الخرابه زي ما انت عارف لو انت مش عايز تشترك فيه. طيب والطريقه الثانيه ان انت ترسمها على الفوتوشوب. وطبعا الفوتوشوب طريقه صعبه جدا ان انت تقعد ترسمها بالبين تول، لكن انا هنا وفرت عليك كل الشغل ده. احنا كنا راسمينه على الفوتوشوب وموجود معانا كده كده ايام ما كنا شغالين على كتب الفيزياء، فهديك الملف تشتغل بيه وتعدل بيه براحتك وتعمل كل اللي انت عايزه، تمام. طيب يا باشمهندس اكيد الفايل فيه رسمه او اتنين. لا يا صديقي العزيز انا عايز اقول لك الفايل هنا فيه بما يقرب من 10 جيجا كلها صور، بس كلها حرفيا صور. وانا هنقي لك الصور بس كده وهرفعهم لك في الفايل بتاع التاسكات ان شاء الله باذن الله. فما تقلقش يا صديقي العزيز، هروق عليك واعمل لك مفاجاه حلوه قوي. طيب تعال ندخل مع بعض على الاند ديزاين. طيب انا دلوقتي بالنسبه لي يا باشمهندس خلاص انا عملت اللي انت عايزه وكل حاجه. طيب يا باشمهندس انا دلوقتي عرفت الصور هجيبها منين وهعدل الصور ازاي وعرفت البرامج وسمعت عن كل حاجه. انا دلوقتي عايز اعمل ايكويشنز. اعمل ايكويشنز ازاي؟ هاجي معايا يا صديقي العزيز على برنامج الماس تايب بتاعنا اللي احنا حملناه من الخرابه. هنا بقى اللعبه كلها في ان انت تبقى عارف السيمبلز بتاعتك وعارف هتعمل ايه. طيب هنا اول حاجه ده كده علامه الكسر، يعني هنا انا اقدر احط رقمين فوق بعض، تمام. طيب العلامه ديت بيقول لك ان انت اللي هي مثلا باي. انا مثلا كمحمود انا يعني هكلمك بالانجليزي او باللاتيني عشان انا كنت باخدها باللاتيني، فما اعرفش انت عندك ايه. المهم ان هو هنا مثلا انت عايز تكتب 3 باور 2 اللي هو 3 وفي فوق منها 2، تمام. يعني 3 مضروبه في 2 هي دي العلامه بتاعتها. هنا 3 مقسومه مثلا على 2 فهتلاقي عندك هنا العلامه دي بتاعتها. ودي افتراضا يا صديقي العزيز اللي هي العلامه الثالثه المسؤوله عن الرموز الكيميائيه اللي بتيجي تقول لك اللي هي الرقم الدوري بتاعها والماس نمبر بتاعها او الوزن بتاعها بمعنى الكلمه. طيب هنا في كل الايكويشنز. لو انت عندك اي سيمبلز انت مش عارف هي فين هتلاقي عندك في البوتومز هنا. طيب بما اننا فهمنا الماس تايب ده يا صديقي العزيز تعالى طيب نكتب ايكويشن معينه. افتراضا مثلا بيقول لي هنا هو وير E equal 1.6 times C وال H equal 6.625 تايم جول بير سكند، تمام. وعندك هنا بيقول لك ال C 3 XRN تمام بير سكند. طيب مفيش عندي اي مشكله خالص. تعال نكتبها على الماس تايب ونشوف هنكتب الكلام ده ازاي. هكتب اهيت وير، تمام. هكتب ال E equal
طيب الكلام ملزق يا باشمهندس، اصبر وهفهمك هتعمل ايه. 1.6 تمام اهيت. تايم هتيجي تقلب عربي وتعمل شيفت او لما تكتب بالعربي عشان يعمل علامة التايمز. تمام سي ماشي، عندك هنا كده سي كابيتال، بعد كده هعمل علامة اللي هو الابوستروف، وبعد كده هكتب الاتش ايكوال 6.625 تمام تايم جول بير سكند. تمام بالشكل ده صديقي العزيز. وخلي بالك يا صديقي العزيز، في الفيزياء او في الكيمياء او في الرياضه او ايا كان، الحرف الكبير كبير والحرف اللي هو السمول سمول عادي جدا. تمام طيب انا هاجي هنا بالنسبه لي هعمل ابوستروف تاني وهكتب هنا سي ايكوال تمام 3 تايمز اهوت ار ان بير سكند عادي جدا. تمام طيب باشمهندس انا مشيت وراك والكلام كله ملزق، عايز دلوقتي اعدل الكلام ده. اول حاجه هاجي اعمل سيلكت اللي هي وير الاي. وير اي يا صديقي العزيز دي كلها كتابه صح. طيب هاجي هنا عندي حاجه اسمها ستايل. ستايل دي انت بتختار منها ستايل الكتابه، ماس ولا تكست عادي ولا فانكشن ولا فاريبل ولا ايه بالظبط. انا بالنسبه لي ده تكست عادي جدا. تمام هاجي اقول له تكست، بص معايا الكلام اتظبط، هاجي اعمل سبيس اهو الدنيا ظبطت معايا. طيب دي كمان تكست اهيت، هاجي اعمل لها سيلكت وادخل على الستايل واخليها تكست. هاجي هنا برضو دي تكست، هاجي اعمل لها سيلكت وستايل وتكست. طيب دي برضو تكست اهيت. طيب انا بالنسبه لي ينفع اجي على الارقام واخليها تكست؟ لا، لو انت عملت كده الايكويشن بوظ. طيب افترضا انا كده الايكويشن بتاعتي اتكتبت صح، ما عنديش اي مشكله. طيب يا باشمهندس انا عايز دلوقتي بكل بساطه خالص اخد اللي هو الايكويشن دي وادخلها جوه الاند ديزاين بتاعي. هاجي اعمل كنترول اي وبعد كده كنترول سي، انا كده اخدت منها كوبي صح. لو دخلت جوه الاند ديزاين ودوست كنترول في، بص ايه اللي حصل معاك. ادي الفانكشن اللي انت كتبته، طبعا بيدخل معاك كلاير صوره مش كاوبجكت، يعني ما تقدرش تعدل في اي حاجه، فلا قدر الله لو عندك اي رقم غلط هتضطر ترجع للماس تايب وتعدله من جديد. طيب باشمهندس يعني انا معنى كده ان انا مجرد ما اقفل الماس تايب وارجع افتح اللي هو الاند ديزاين تاني دي هتديني علامه ايرور ان هو مش قاريها؟ لا مش هيديك علامه ايرور، لان هنا في كونكشن مباشر ما بين الماس تايب وما بين البرنامج، فما بيقراش الماس تايب على انه حاجه فاريبل، لا بيبقى عارف ان دي لينك جاست، يعني لينك اللي هو لينك مباشر لمده معينه، فبيبدا يخزن اللينك ده جواه. الحاجه الوحيده اللي بتخزن جوه الاند ديزاين هو الماس تايب. تمام لان لو جيت هنا رسميا هتلاقيهم اصلا عملوا للماس تايب كمان يعني اضافه كامله ما بينه وما بين البرنامج. تمام ودي نقطه برده ما كانتش موجوده زمان، يعني ما كانش موجود زمان حاجه اسمها لينك مباشر ما بين البرنامج والماس تايب، فاهم قصدي؟ فدي اضافه جديده ودي حاجه جميله جدا انا لسه واخد بالي منها، فمش هشرحها لك لان انت منطقي انت ما عندكش اشتراك ادوبي. لو عندك اشتراك ادوبي فخلي بالك دي حاجه هتسهل عليك الدنيا جدا. تمام طيب يا باشمهندس دلوقتي انا بالنسبه لي عرفت اكتب الايكويشن ازاي على الماس تايب، عرفت ايه الستايليشن، عرفت التظبيطات بتاعت الكتابه، عرفت ان انا ازاي هعمل الشيبنج بتاعي كل الكلام دوت، عرفت الرسومات الهندسيه هجيبها منين وكل الكلام ده. طيب انا عايز اعمل ستايليشن لورقه افتراضا، تعالى بس نبص معانا على ورقه زي دي كده ونفترض ان احنا هنعمل لدي تنسيق. طيب بص معايا يا صديقي العزيز، الورقه بتاعتك بتتنسق بكذا طريقه. انا كمحمود مثلا بحب التنسيق يكون سيمبل، ما بحبش اللعب الكتير، يعني لو جيت دخلت على اي شغل ليا هتلاقيه كله سيمبل، حركاته بسيطه جدا مفيش فيه لعب كتير. وانت خلي بالك في نقطه، ما تجيش في ورق مذكره او كتاب وتعمل فيه لعب كتير. طيب يا صديقي العزيز انا بالنسبه لي دلوقتي وانا بعمل ستايليشن ليه بقول لك ما تعملش اللي هو الاشكال بتاعتك كتير؟ انا كمحمود بقولها لك نقطه، انا كطالب المفروض عندي ان انا اقرا الكلام دوت بكل سهوله، فانت ما تجيش تديني ستايليشن كتير جدا يخليني انا مش عارف اقرا الكلام ويخلي معايا شكل الورقه نفسه تمام بقى صعب وصعب القرايه. لا خلي رسوماتك واشكالك قليله مقارنه بان المحتوى يبان. اهم حاجه عندي ان المحتوى ده يظهر بكامل الشكل بتاعه. طيب انا كمحمود بحب اعمل ايه؟ بحب اجهز الستايليشن بتاعي زي ما انا جهزته حاليا، ابدا ادي اللي هو الاستايلات للكتابات، ابدا احط الايكويشنز والمعادلات والرسومات، خلصت الكلام بتاعي ابدا بقى مرحله التنسيق. مرحله التنسيق دي اللي هي ايه؟ اللي هي توزيع الكلام، يعني بمعنى الكلمه ما الاقيش جمله معايا على سطر وسطر. يعني هاجي هنا كده يا باشا، انا هاجي هنا هدي مثلا ستايل اللي هو الكويز تمام، وهاجي هنا ادي ستايل اللي هو الانسر. طيب انا جيت معايا هنا هدي بس سبيس عشان اشوف، هنا لقيت ان الكلام بتاعي اتظبط عشان الستايل اللي انا عامله حجمه مناسب. لكن انا لو ما لقيتش الستايل ده حجمه مناسب هبدا اقسم الكلام على اتنين، يعني ايه؟ هاجي امد المسافه كده. طيب انا عايز اوسع يا باشمهندس، هل انا افضل ادوس مسطره 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 مسطره؟ لا يا صديقي العزيز، هاجي هنا اقف جنب الشكل وعندك زرار التاب في الكيبورد. زرار التاب بيعمل باك شيفت. يعني ايه باك شيفت يا صديقي العزيز؟ يعني بيعمل توسيعه كبيره. لو انا دوست التاب معايا بالمنظر ده بص بيعمل ايه؟ بيوسع مسافه كبيره جدا. تمام هاجي على الثانيه برده واديها نفس التابس، هلاقي المسافه معايا وسعت برقم كبير جدا. طيب هنا يا باشمهندس الموضوع معايا مجرد ان انا بس اتاكد ان مفيش كلمه جايه على سطرين وخلي بالك من نقطه، لو انت ركزت هنا
هتلاقي كلمه سكند تمام مقسومه على سطرين، انت مش واخد بالك، لكن اي حاجه تلاقي جنبها علامه الشرطه دي اعرف انها مقسومه على سطرين. هنيجي نعمل ايه؟ هنيجي ندوس شيفت انتر ونبدا ننزلها على السطر اللي تحت منها. شيفت انتر بينزلها وما بيعملش مسافه، لكن انتر بيعمل مسافه او توسيع ما بين كل سطر والتاني. شيفت انتر بيخليهم كلهم على سطر واحد، عشان تكون عارف الاختصارات دي مهمه جدا. انتر هينزل سطر كامل، شيفت انتر بيقول له ان والله لا انا الجمله بتاعتي مقسومه نصين فانا هنزلها تحت بس هي طبعا للجمله بتاعتي. طيب دي تفرق معايا في ايه؟ ان انا لو عملت سيلكت كل دول كده وجيت عملت اللي هو الاين وخليته يلزق كله في الطرف تمام زي ما انت شايف حاليا، لو انا دوست انتر بص ايه اللي هيحصل؟ هيبدا اوتوماتيك كل الكلام اللي هنا يرجع. لكن تعالى بص معايا في نقطه، لو انا جيت دوست هنا يا صديقي العزيز شيفت انتر ايه اللي حصل؟ بدا يزق الكلام بناء على ان هو اعترف ان دول كلهم سطر واحد. فهمت الفكره؟ هي دي كل الفكره يا صديقي العزيز، مش اكتر ومش اقل. طيب يعني الموضوع كله يا باشمهندس ان انا اكون واخد بالي من الشغل اللي انا بعمله دوت والتنسيق بتاعه يا صديقي العزيز مش اكتر، وتاخد بالك من الهيدرز والفوترز بتاعت الورقه. يعني هنا مثلا كويشن 18 دي كده اسمها هيدر بالنسبه لي، فانا لازم اعملها بشكل منفصل او اعملها بشكل واضح. طيب ازاي الكلام ده؟ يعني هديك مثال مثلا من قلب الشغل اللي انا كنت عامله. لو جيت هنا هتلاقي عندي الكتاب مثلا على ما يفتح كان عندي فيه منه جزئين، الجزء الاول اللي هو المالتي تشويسز، والجزء الثاني اللي هو الايكويشنز. ده كده مثلا الايساي كويشن او الايكويشن، فانا كنت عامل له هيدر منفصل على الفوتوشوب وجايبه وحاطه معايا هنا. لو جيت مثلا المالتي تشويسز هتلاقيني برضو عامل له واحده ثانيه. فاهمني؟ هي دي الفكره، ان انا لازم اراعي ان انا اقسم البروجكت بتاعي صح، يبقى الطالب عارف هو بيحل هنا ده ايه وده ايه، ما سيبلوش الدنيا سايحه. ما اجيش اقول له والله ده كويشن وخلاص، لا ما هو مش كويشن وخلاص، ده يندرج تحت المالتي تشويسز ولا يندرج تحت اللي هو الايساي كويشن ولا يندرج تحت الايكويشنز، ده ايه وضعه في الدنيا. بس لازم اعرف الطالب بتاعي الموضوع بتاع ده الكتاب ده ماشي ازاي. حلو. طيب انا بالنسبه لي كمحمود في حاجه تانية يصعب فهمها تحتاج انها تتشرح، البرنامج كله ما فيهوش اي حاجه تصعب فهمها. طيب ليه؟ انا بالنسبه لي شرحنا الاوتو نيميريكال، شرحنا اللي هو اسمه دوت اللي هو الاي بارتنر او الاس او الاي ماستر، شرحنا ادراج الملفات، شرحنا اللي هو الباراجراف ستايل، شرحنا الماس تايب، شرحنا الايكويشنز، شرحنا عمل الرسومات الهندسيه وكل الكلام دوت. الموضوع كله سهل وبسيط ما فيهوش اي صعوبه. طيب انت المطلوب منك ايه يا صديقي العزيز دلوقتي؟ طبعا انت كنت فاكر ان مفيش تاسكات والكلام ده كله، واتقالت على الجروب رسميا وناس جت قالت ده مفيش تاسكات مع الانزاين، لا مفيش حد قال الكلام دوت. مطلوب منك انك تجيب، انا طبعا هبعت لكم ملفات وورد مع الفايل اللي هحطه لكم في الدرايف، هحط لكم لوحده ملف الوورد عشان تبقى عارف. مطلوب منك تاخد فايل الوورد ده تعمل لي منه ديزاين لورقه كامله باي ستايل انت عايزه، يعني الورقه كامله بالرسومات الهندسيه بتاعتها بكل حاجاتها تعمل لها استايليشن كامل تمام. انت وحياتك بقى تحط الالوان احمر تحط الالوان اخضر، اهم حاجه ان انا استلم منك الورقه دي تنسيقها مظبوط، الالاين بتاعها مظبوط، الباراجراف ستايلز بتاعتها مظبوطه، وكل الكتابات والحاجات مظبوطه معاها. اظن الموضوع سهل وبسيط مفيش فيها صعوبه. طيب يا صديقي العزيز عشان ما اطولش عليك واجي ارخم لك الموضوع، انا هتوقف لحد هنا وهتابعك طبعا في قلب السيشنات زي ما احنا شغالين، عشان لو لا قدر الله في اي نقطه انت لسه ما فهمتهاش في السيشن ان شاء الله باذن الله هنبدا نفهم كل الموضوع. شوف السيشن بتاعك الجاي امتى، وخليك عارف ان السيشن الجاي ده هو اللي هيكون فيه كل التفاصيل لو لا قدر الله في حاجه وقع منك، ونتكلم بامتداد براحتنا خالص ان شاء الله نقعد 10 ساعات. طيب عشان ما اطولش عليك اكتر من كده، شوف وشك على خير، سلام.